السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. لسه مكملين مع بعض سلسلة مخبوزات الأفران ومعجنات الأفران اللي هتمشي معانا طول فترة الدراسة وغير أيام الدراسة كمان، وعملناها بطرق مميزة جدا جدا، والأهم من كده إنها اقتصادية مليون المية. هنعملها بكل سهولة وفي البيت، وهنوفر، وطبعا أنضف وأحسن بكتير من اللي بنشتريها من بره. والنهاردة بإذن الله هنعمل بالمية بس، يعني ولا حليب ولا لبن ولا بيض. هنعمل بوريك الأفران، وهيطلع بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. حرفيا أسرع وصفة ممكن تجهزيها للمدرسة. حاجة كده هشة قطنية، أحلى وأجمل مليون مرة من بتاع الأفران. هنعمله بكل سهولة، يمشي معاكي مدارس، جامعات، وللشغل كمان، وممكن تفرزي منه. عايزة أقولك هتخلصيه في 5 دقايق. لو قدامك 5 كيلو هتنجزيهم بسرعة الصاروخ. هنقول مقاديرنا بالجرام وبالكوباية. يلا بينا نسمي بسم الله. وأول حاجة عندي طبق عميق نزلت فيه بكوباية من المية العادية خالص، ما يعادل 200 ملي. كمان هنزل عليه ب3 معالق كبار من السكر، ما يعادل 50 جرام. كمان معايا كيس من الخميرة الفورية، ما يعادل 11 جرام. وكمان بالنسبة للمادة الدهنية معايا 140 جرام مادة دهنية، وهنا أنا بقصد إن احنا ممكن ننوع في المواد الدهنية. أنا هنا استخدمت سمنة على زيت. كمان معايا 1.5 معلقة من الصلصة أو بيوريه الصلصة، وهنقلب كل الخليط ده مع بعض، وهنتكلم بإذن الله واحنا شغالين مع بعض في كل البدائل اللي احنا ممكن نستبدلها لو أمكن في الوصفة بتاعتنا النهاردة. قلبنا كده المقادير كلها مع بعض، وعندي نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، منخول قبل كده زي ما احنا متعودين مع بعض، وذرة الملح ما تنسيهاش، اللي هتظبط لك الطعم وقوام العجينة بإذن الله. هنقلب بقى أول حاجة كده بالمعلقة في البداية، وبعد كده هنستخدم إيدينا عشان نعجن العجينة ونخدمها صح. هنسمي كده بسم الله على العجينة، وهنبتدي ان احنا نقلبها. وفي البداية هتحسي كده ان كمية السوائل اكتر من كمية الدقيق، ولكن مع العجن المظبوط احنا عايزين العجينة بتاعتنا تكون طرية ولكن ما بتلزقش. هنتن كده نقلب ونعجل في العجينة لحد بس ما نلمها في الطبق بتاعنا، وبعد كده هنكمل شغلنا على سطح العمل او على الرخامة. طبعا ما تنسيش ذكر الله عز وجل في اي حاجة انت بتحضريها، هتلاقي البركة من حواليكي، وربنا هيبارك في اللي انت بتعمليه، وهيطلع من ايدك زي الفل. هنا زي ما انتوا شايفين العجينة، حبيت ان انا اسيبلك كل الخطوات بالتفصيل. العجينة بدأت تلم معايا والطبق بتاعي بدأ ينضف. انا هنا لسه ما خلصتش العجينة او ما خلصتش عجني فيها بمعنى اصح. هاخدها بقى كده على الرخامة بتاعتي، وهبتدي ان انا هعجن فيها. وزي ما قلنا قبل كده في كل فيديوهاتنا اللي فاتت، زي ما قلت معاكم حبايبي، واحنا بنعمل كده المعجنات بتريحي العجينة يعني حوالي دقيقة او دقيقتين، وبتريحي ايدك، وخصوصا ان انت بتعجني بايدك ما بتستخدميش العجان. لو حابة ان انت تستخدمي العجان مفيش مشكلة، هتضيفي كل الاضافات دي وهيطلع معاكي العجينة. احنا عايزين العجينة بتاعتنا تكون طرية ما بتلزقش. زي ما انت شايفة العجينة هنا هنسيبها ترتاح دقيقة كده، وهنرجع لها تاني، بس بنلمها كده وهنسيبها شوية. طبعا العجينة بتاعتنا مش هنخمرها في البداية، العجينة هنشتغل فيها، وهقولك على كل التكات والأسرار بتاعتها واحنا شغالين مع بعض كده. عايزة أقولك ما بتاخدش حوالي 5 دقايق في العجين، يعني بما فيهم الدقيقة اللي انت هتريحيها فيها. احنا عايزين العجينة هنا زي ما انتوا شايفين كده عجينة طرية وما بتلزقش. طبعا مش هنريحها ومش هنسيبها تخمر، احنا هنخمرها بعد التشكيل. حضرت بقى الميزان بتاعي، وانا هنا عايزة القطعة بتاعتي تكون كلها قطع متساوية. عايزة القطع تكون يعني حوالي 25 جرام. طبعا التقطيع بتاع اللقم بتاع البوريك زي ما انت حابة، ولكن انا حبيت ان القطع كلها تكون حجم واحد، فعملتها 25 جرام وقطعتها بالشكل اللي انت شايفاه ده.
وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أشكّلها كده وأدوّرها ما بين إيدي كويرات كده صغيّرة، وهابتدي طبعًا إن أنا أغطّيها عشان وشّها ما يعملش طبقة كده ناشفة أو ما يعملش قشرة من فوق، وطبعًا دي حاجة مش كويسة في المعجنات بتاعتنا. بتغطّي العجينة كده بفوطة مطبخ نضيفة أو بكيس مطبخ بتفتحيه كده وبتغطّي العجينة بتاعتِك. هنقرّص بقى كل اللُقَم بتاعتنا دي أو هنشكّلها كده زي ما أنتم شايفين، ما خدتش معانا أي وقت. عايزة أقول لِك بالنسبة للبدائل ممكن تستبدلي المَيّة بالحليب، وكمان بالنسبة للمواد الدهنية تقدري إن أنتِ تستخدمي زيت بس أو تستخدمي سمنة بس، وممكن تستخدمي زبدة أو تعملي خليط زي ما أنا عملت. أنا حطيت 110 جرام من السمنة سيّحتها على النار، وضِفت 30 جرام من الزيت. تقدري إن أنتِ تستبدلي السمنة بالزبدة مع الزيت، أو زيت بس أو سمنة بس أو زبدة على زيت. ولكن مهم جدًا إن أنتِ تحطّي المقدار اللي إحنا حطيناه مع بعض 140 جرام من ال المادة الدهنية بصفة عامة، وهنا أنا اتعمدت أقول مادة دهنية عشان لو مش متوفر عندِك سمنة أو زبدة تقدري إن أنتِ تعمليها بكل سهولة بالزيت، ما فيش أي مشكلة وهتطلع من إيدِك زي الفل. نيجي هنا بقى إحنا حضّرنا هنا عندنا تقدري إن أنتِ الحشوات تحطّي الحشوة اللي أنتِ حاباها. ممكن تعملي سلامي أو تحشيها بالجبنة زي ما إحنا حشيناها هنا. مش شرط إن أنتِ تتقيدي بحشو الجبنة زي ما إحنا بنشتريه من برّه. ممكن مثلًا قطع لانشون أو أي حشوة أنتِ حاباها، أو ممكن لحمة متعصجة أو مجموعة جبن مشكّلة. بس أنا هنا حبيت إن أنا أعملها بالجبنة. هاستخدم بصراحة نوعين. النوع الأولاني اللي أنا باشكّل بيه حاليًا أو باحشي بيه هو الجبنة الفيتا، وكمان هاستخدم الجبنة البراميلي الناشفة. ولكن يعني أنا حبيت إن أنا أنوّع في الحشو، لإن في بيحب الجبنة اللي هي البراميلي اللي بيبقى فيها نسبة يعني ملح زيادة شوية، وفي اللي بيحب اللي هي بتبقى الفيتا العادية خالص السادة. طيب بالنسبة للتشكيل بنشكلها بنعملها كده بنفردها على الرخامة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو، وبحشيها وبلفها رول بالظبط زي ما نكون شغالين في رغيف فينو، وكنا عملنا مع بعض العيش الفينو مع بعض. وهسيب لكم ان شاء الله قايمة بكل معجنات الافران عاملينها بفضل الله بطريقة احترافية جدا واقتصادية مليون في المية. عشان طبعا حبايبي احنا كلنا عارفين غلاء الأسعار. لو انت حابة تشتري اي نوع من انواع المعجنات ديت من الافران بقت بصراحة غالية جدا، ولكن هتعمليها في البيت بمكونات بسيطة جدا. هنا بقى هناخد كذا واحدة كده من حبات البوريك أو لقم البوريك بتاعنا أو القطع يعني بتاعة العجينة وهنشكلها. وده طبعا يدل على سهولة الوصفة، هتعمليها في ثواني هتشكليها وكمان هتسويها. يعني الوصفة بصراحة من أسرع الوصفات اللي عملتها معاكو في القناة، ما بتاخدش وقت نهائي، وتقدري تعملي الكميات اللي انت حباها بالحشوات اللي انت تفضليها. هنرجع بقى للبدائل. لو مش متوفر عندك الخميرة الفورية تقدري ان انتي تستخدمي يعني مكعب من الخميرة البيرة، يعني يعادل كده 10 جرام، مكعب صغير خالص. كمان لو حابة ان انتي ما تضيفيش حليب سايل او لبن، تقدري ان انتي تضيفي للعجينة لبن بودر، يعني حوالي معلقتين كده على المقدار بتاعنا. ولكن أنا حبيت إن أنا أعملها معاكم بطريقة اقتصادية جدًا، جدًا، عشان حبايبنا اللي حابين يعملوها في البيت وخايفين إن الميزانية تكون يعني مش موفّرة معاهم. ولكن هي شوية دقيق ومَيّة وهتعملي. وطبعًا أي جبنة إن شاء الله بإذن الله ما فيش بيت ما بيخلاش من علبة جبنة كده في التلاجة، سواء فيتا أو اسطنبولي أو أي نوع أنتِ تحبيه. خلاص بقى بنلف كده العجينة بتاعتنا بعد ما حشيناها زي ما قلنا بنفردها كده بشكل دائري على ال ال سطح العمل بتاعنا أو الرخامة.
وبعد كده بنقفلها كويس جدا، والنقطة دي مهمة جدا، لازم تقفليها كويس جدا، وبتحطيها بقى في الصاج بتاعك او الصينية اللي هتدخليها الفرن بدون دهن اي مادة دهنية ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. بس بنحاول ان احنا نعملها كده بشكل يعني محدب شوية او ليه بوز عشان يبقى شكل البوريك اللي احنا بنشتريه من الافران. هنيجي بقى هنا بعد التخمير شكلنا اول صاج واتخمر معانا، وكمان شكلنا صاج كمان وغطيناه كده بفوطة نظيفة. هنبتدي بقى ان احنا ندخلها الفرن. الفرن بتاعي ساخن على اعلى درجة حرارة عندك، يعني 250 او 220 على حسب التايمر الموجود. ولو مفيش تايمر مفيش مشكلة، بتسخني الفرن على اعلى درجة حرارة. وبالنسبة لدهان الوش بتدهني، انا هنا دهنت ربع كوباية مية عليها معلقة كبيرة من اللبن او الحليب البودر. تقدري ان انت تستخدمي صفار البيضة لو بتحبيها، بس بصراحة انا ما بفضلهاش لان هي بتعمل يعني طعم زفارة شوية، بيبقى فيه سنة زفارة كده. ولكن بصراحة هي بتدي لون لامع أكتر من الحليب البودر أو المية اللي هي بسكر. يعني المتوفر عندك تقدري ان انت تضيفيه، ولكن عايزة أقولك الحليب مع المية، الحليب البودر كان النتيجة بتاعته مرضية جدا. وطبعا متوفر عندك، فخلاص مش شرط ان انت تشتري بيضة مخصوص عشان دهان الوش. هنا كمان ضفنا كده حبة البركة على الوش بعد ما دهناه، ودخلناه الفرن على درجة حرارة 200. أول ما القاع بتاعه كده أو العجينة أو البوريك بتاعي بياخد كده لون من تحت، بولع عليه الشواية، وبيطلع معاكي بياخد حوالي من 10 ل 12 دقيقة. وما شاء الله تبارك الله ما خدش معانا وقت، زي الفل. عجينة هشة وطرية، وهتخلصيها في ثواني. تقدري بقى ان انت تخزنيها في اطباق مخصصة يعني للتخزين في الفريزر، او لو حتى في اكياس مطبخ نظيفة وتدخليها الفريزر، وبتطلعي منها على حسب الاحتياج. وبتسيبيها مجرد بس ان انت لو هتوديها للولاد لفطار المدرسة، بتسيبيها على الرخامة وبس كده. زي ما انت شايفة قلبه لذيذ وجميل وهش ولذيذ. اتمنى تجربوه، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي تايهة في المطبخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.